السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشرة الحساسة أكتر بشرة بتجنن صاحبها وبتجنننا إحنا كمان كدكاترة جلدية جدا جدا، لأن إحنا ولا المريض بنبقى عارفين نتعامل معاها إزاي. بس في ثوابت يا جماعة مهمة إلى أقصى درجة. اولا البشره كل ما تكون جافه كل ما هتقلب بشره حساسه. يبقى انا من الاول على قد ما اقدر استخدم كريمات مرطبه بصفه منتظمه، وتكون الكريمات المرطبه دي ما فيهاش اي نوع من انواع العطور. البشره الحساسه يا ريت نغسل وشنا بميه بس، حتى ما فيش داعي لصابونه البشره الحساسه، ميه فقط لا غير. على قد ما نقدر البشره الحساسه ما نعرضهاش لشمس كتير من غير ما نكون حاطين واقي شمس مناسب للبشره الحساسه. لو اكلت اكل فيه مضادات اكسده كتير زي الكبده والجرجير والعسل الاسود والتفاح والفلفل الاحمر والبرتقال والليمون، ده هيخلي البشره شويه تتساعد من انها ما تبقاش حساسه قوي. لو شربت ميه كتير ده هيساعد البشره برضو. ولكن افتكروا دايما ان الكريمات المرطبه المظبوطه هي اكتر حاجه هتقلل ان البشره تبقى حساسه. مش اي مكياج هينفع البشره الحساسه، ويا ريت على قد ما نقدر نبعد عن المكياج خالص، وخاصه البودره والفوندوتان اللي هو كريم الاساس، دول بيعملوا مشكله كبيره قوي مع البشره الحساسه. عيب البشره الحساسه كمان انها ساعات بتضرب احمر مده طويله جدا، ودي بنضطر ان احنا نعالجها بقى بطرق مخصوصه تانية خالص لما بتقلب البشره لحاجه اسمها ريد فيس او لون البشره الاحمر جدا. بعض الامراض كمان زي امراض المناعه بتدي اللون الاحمر في الوش ده بصفه منتظمه، وساعتها بيكون لازم نعمل تحاليل. المهم ان احنا لو بشرتنا حساسه، واحنا عارفين ان بشرتنا حساسه، ما نعملهاش بطريقه جافه عليها. بلاش المكياج الكتير، بلاش العطور ناحيه البشره خالص، وما نغسلش وشنا غير بميه بس، ونحط الكريمات المرطبه. شكرا لكم. دكتوره طاهره الهيطه، سكين دكتور.